ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم فيديو جديد، بس فيديو النهارده حلو قوي قوي قوي، وهي بجد هيفيدك كتير. لو فاتك الفيديو ده يبقى فاتك كتير بجد، لان الفيديو ده مهم قوي وفيه افكار كتيره. هقولك على 3 طرق اسهل من بعض لتسليك كل انواع الصرف، للصرف الحواض وصرف المجاري وكل انواع. هقولك على 3 طرق، بس بجد اخر طريقه هي اللي هتجيب معاكي النهيه، مش هتحتاجي لسباك تاني. هي معلقة واحدة بس ونحطها في البلاعة، هتشوف الفرق، هتشوف ازاي يتحول من شيء لشيء. معلقة واحدة بس هتسلك معاك البلاعات والصرف وكل حاجة انت عايز تسلكي بيها. معلقة بجد هتجيب النهية معاكي. احنا هنعمل 3 طرق مع بعض، والطريقة الأخيرة هي اللي هتبقى بجد فعلا مش هتحتاجي لسباك تاني ولا تشوفي سباك ولا دور. بس يا ريت لو أول مرة بتشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة، تنوريني في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديو جديد يوصلك بشعر انا عملت فيديو جديد النهارده. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، شجعوني بلايك. تعالوا نشوف البلاعه بقى ومنظر البلاعه قبل ما تنضف، حاجه كده يعني فظيعه. هتشوفوا ازاي هتتحول حاجه كده رهيبه. شوفوا من كميه الاتساخات اللي فيها او التقلصات اللي فيها، هتتحول ازاي من شيء لشيء. فعلا حاجه سحر. البلاعة من جوه عامل ازاي، كمان الحوض مع مسافة ما تحط فيه المادة هتسلكيه في ثانية. اهم حاجة قبل ما اعمل الخطوة دي لازما اسلك الحوض خالص. يعني افضي المية بيه، افضيها بكوباية، افضيها من الماسورة من تحت. لازما افضي المية خالص قبل ما احط المخلوط اللي انا هعمله او الخلطة اللي انا هعملها. لازما افضي الحوض، احاول افضي الحوض باي شكل عشان تنزل الماده تسلك في المواسير. هبتدي بقى ايه اضغط، هي فعلا اتسدت وما قلت مش هسلكه الا ما اصور معاكم الفيديو ده. حاولت اسلكه كده وافضيه خالص 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 عشان نعمل مكون مع بعض. غليت حله ميه، غليتها جامد على البوتاجاز. لو انت عندك ميه في الكتل مفيش مشكله، انا غليت حله لان هحط فيها المكون. غليت في الحله دي، وهحط معلقه كربونات كبيره جدا. وفي يا جماعه الكربون دي مش غاليه، ده رخيصه. يعني كل الكميه اللي معايا دي حوالي ب5 جنيه. وفي بتبقى في ناس بتباعها بتبقى ملدحه كده شويه، ما تعملش الفوران ده، لان انا جبتها في مره ما كانتش حلوه خالص. بس المره دي حلوه قوي. شوف الفوران الكربونات عامله ازاي. هي معلقه كربونات ومعلقه ملح الليمون. دي اول خطوه هنعملها واول طريقه هنعملها لتسليك البلاع. انا نضفت الحوض خالص زي ما انتم شايفين، ونضفته خالص عشان تنزل في المواسير تسلك وتمسح كل الوساخه والاتساخات والتقلصات اللي في المواسير. شايفين؟ اقوم ماسكاها بس لانها سخنه، واقوم نازله بكل المكون اللي احنا عملناه ده، واقوم نازله فيه كده. تاني خطوه هنعملها مع بعض برضو خطوه حلوه قوي. انا هغلي ميه في الكتل، وهقوم نازله بمعلقه. شايفين الحوض؟ يعني إيه بجد الخطوه دي؟ شايفين الميه؟ انا عايزه اوريكم الميه بتجري ازاي. يعني انا عايزه احوش الميه كده بايديا واقوم اوريها لكم. شوف الميه بتجري ازاي. بجد طريقة سهلة وبسيطة، ومش هتحتاج لسباك ولا يجي يقولك عايز منك الشيء الفلاني، عايز حاجة مبلغ وقدره. لا، انت حاجة بسيطة زي كده تسلكوا حوضك وما تقعديش تتعولي الهم وتشوفي بتاع سباك ولا اي حاجة. معايا المكون التاني او الطريقة التانية، معلقة من الكربونات ومعلقة من ملح الليمون. ملح الليمون يا جماعة، مش ملح الطعام، ملح الليمون. وهقوم نازلة عليهم بالكتل. دي الطريقة، دي الخطوة التانية. مش عايزة تغلي مية، ترمي كده في الصرف في البلاعة نفسها في عين الحوض، وتقومي نازلة عليهم بالمية المغلية. دي تاني طريقة، ان احنا بنرميها كده مباشرة في الحوض وننزل عليهم. حتى شوفوا يعني البتاع عامل ازاي، الحوض نفسه من جوه عامل ازاي، نضف ازاي، واتاكل الوساخة منه. تاني خطوة بقى ده البطاط، ده اللي هياكل بقى كل الاتساخات اللي في البلاعة نفسها، وهتسلك اي حاجة موجودة في المواسير من جوه. معلقة واحدة بس، وهننزل عليها بمية مغلية. اكون محضرة مية مغلية كده في الكاتل او مية مغلية في الحلة، وهنزل عليهم. بس بعدي وشك شوية عشان بتطلع دخان. ده اسمه بطاط. البطاط ده وفي ناس بتسميه عندهم في البلد القطرونة، او كربونات، او الصودا كاوية. يعني هي لهم 3 اسامي: صودا كاوية او البوتاص. يعني في ناس كتيرة بتسميها الصودا الكاوية، وفي ناس بتقول بوتاص، وفي ناس بتقول القطرونة. كل بلد وليها ليه اسم معين. انا بقول لكم على 3 اسامي عشان كل بلد ولها ايه الاسم بتاع المعين.
بسلكة كده بقى ولابسة جوانتي لأنها كلها ميكروبات وجراثيم، وتطلعي بقى الحاجات اللي تقع منها والحاجات اللي هي هتدوب الوساخة نفسها وكل الاتساخات اللي فيها بالسلكة كده، وتلمي الوساخة او تلمي الشعر اللي جوه. وشوفي منظر البلاعة من جوه، انت لو كنت غسلتيها من قبل ما تحطي البوتاص او القطرونة مش هتشوفي المنظر ده، مش هتشوفي قاع البلاعة من جوه عامل ازاي. تعالي نشوف بقى اخر خطوة معانا. اخر خطوة لتسليك الحواض او تسليك البلاعات او تسليك المواسير، هي معايا القطرونه معلقه في قاع الحوض كده، وتغلي ميه في الكتل وتنزلي على القطرونه او البوتاص، وتنزلي تبعدي وشك شويه لاني هو بتطلع دخانه كده، فبحط شويه وارجع لورا لانها بتطلع دخانه كده، فبضطر ارجع لورا وتنزلي بالميه المغليه. دي اخر حاجه وهي دي اللي بتجيب النهيه، يعني اكتر حاجه تعبت لو تعبتي فيها دي خلاص دي بتجيب النهيه. وباي باي يا جماعه.